السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحباب المملكة المغربية بالداخل والخارج. يسعدني في هذا المساء الطيب أن أفتح هلالين لمباشرة هذه المداخلة، والتي بنيت عليها رؤية من عمق الواقع المغربي، بعدما رأينا ما رأينا من تحولات في أحداث الجارية بالمملكة المغربية. هذه الأحداث والتي ظهرت جليا تحمل بشرى سارة لكل المغاربة، وكذلك تدحض كل اللبس وكل الادعاءات والمزاعم التي تشنها جهات مغرضة، جهات خارجية. سنتناول في هذه الحلقة العلاقات المغربية ودولة الصين. نعم، بناء على زيارة رئيس دولة الصين الشعبية للمملكة المغربية، وكان الحدث بارزا، بحيث أن سمو الأمير مولاي الحسن بارك لنا الله في عمره هو الذي استقبل رسميا رئيس دولة الصين. طبعا سنتناول في المحور العلاقات بين الصين والمغرب، وهي علاقات جيدة وتبعث على الارتياح. وزيارة الرئيس طبعا الصيني إلى المملكة المغربية تحمل أكثر من دلالة عميقة في أبعادها الاقتصادية والسياسية والإنسانية، وخاصة في مجالات متنوعة للاستثمار، ناهيك على ربح الرهان وكسبه لفائدة الصحراء المغربية. ويبدو أننا مقبلون إن شاء الله على الاعتراف بقضية وحدتنا الترابية من طرف دولة عظمى، والتي تتهافت على البوابة المغربية للولوج إلى إفريقيا من الشمال، وفي إطار المنهجية الجديدة التي تتبناها المملكة المغربية بقيادة مولانا الإمام حفظه الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك من أجل الشراكات مع الصين بمعادلة ندية ربح ربح. طبعا المغرب رقعة جغرافية بشمال إفريقيا، له موقع استراتيجي يفسح له المجال لتهافت دول عظمى عليه، وباعتباره بوابة أساسية، البوابة الأساسية من حتى الشرق الأوسط عبر جبل طارق. نعم، جبل طارق يعني المضيق. يعني أن هذا التحول في السياسة الدولية استطاع المغرب من خلال مجهودات الجبارة التي أولاها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحيث أنه لعب دورا طلائعيا على مستوى دول إفريقيا، بحيث ربح المغرب الرهانات، واستطاع المغرب أن يكسب التعاطف الشعبي على مستوى دول إفريقيا والتعاطف الرسمي
لدولها، فهذا إنجاز عظيم مبارك يبدو أن أساسه الدبلوماسية الرفيعة التي أثبتها الفعل على المستوى الممارسة الملكية في التعاطي مع قضايانا. نعم، على مستوى الخارجي لعب صاحب الجلالة دورا طلائعيا وأنجح الرهان الذي كنا نراهن عليه. والمغرب من أجل حماية مصالح الصين التجأت إليه قصد إنجاح هذه التجربة للولوج إلى إفريقيا، وأصبح المغرب له موضع قدم في كثير من دول إفريقيا، بمعنى أن الدبلوماسية الملكية كانت تشتغل باستراتيجية بعيدة المدى أعطت أكلها بعد حين، والأحداث وفي سياقاتها ورهاناتها كانت زيارة رئيس دولة الصين الشعبية، وهي دولة عظمى، وكان في استقباله سمو الأمير الجليل الشاب مولاي الحسن، هذا الشبل من ذاك الأسد، وذلك الغصن من تلك الشجرة. والملاحظ أن الأمير مولاي الحسن كان له تأثير على الأحداث بحيث أثر عليها من خلال كاريزما أميرية قوية أبهرت الملاحظين الدوليين وأبهرت كل المغاربة. وباعتباري كمواطن مغربي متتبع لكل الأحداث، لقد أثلج سمو الأمير مولاي الحسن صدورنا بحضوره القوي وبكاريزما أميرية ذات جدية ومسؤولية. ومن هنا كانت الرسالة قوية ضد خصوم المغرب وضد كل العابثين وضد كل المغرضين الذين يحاولون بالتشويش على أميرنا الجليل والتشويش على المملكة المغربية والتشويش على كل الحرائر والأحرار. نعم، لقد أبهر الملاحظين الدوليين قبل المغاربة بحضور بارز كشاب قيادي. نعم، كشاب قيادي صاعد الفلك يشفي غليلنا كمغاربة. والله المملكة المغربية على خير وبخير، وكل من يزايدون على أميرنا الجليل ويزايدون على صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويزايدون على المملكة المغربية ويحاولون جاهدين قدر الإمكان في محاولة تشويه صورة بلدنا وتشويه صورة المملكة المغربية، فحاشا معاذ الله. فالمملكة المغربية قوية برجالها ونسائها بشيبها وشبابها. نعم، إنها الملكية المغربية التي لها جذور تاريخية. المغرب يصنع رجالاته، والأمير مولاي الحسن حفظه الله وبارك في عمره كان قويا، وحضوره أبهرنا وأبهر كل العالم. نعم، يتقن أميرنا الجليل عدة لغات، ومن ضمنها أساسا اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. نعم، وتلقى تربية ملكية من الطراز الجيد والرفيع، ويتبين ذلك من خلال سلوكه الراقي وحضوره الرفيع على مستوى يقظته في إطار البروتوكولات الرسمية. كان جيدا، وكان مؤثرا حتى على لقائه برئيس دولة الصين. وهذه رسالة من
صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده لكل الشعب المغربي. فالأمير الجليل ولي العهد مولاي الحسن له دور كبير في إنجاح هذه التجربة، ورهاننا عليه كمغاربة من أجل العمل على إنجاح هذه التجربة يعني بمحاولة جديدة في صياغة مستقبل الأمة المغربية. نعم، وناهيك أن الأمير تلقى تربية دينية داخل المدرسة المولوية وحمل كتاب الله. نعم، الأمراء الأجلاء لا يتكلمون كثيرا. نعم، فهم علينا أن نستوعب الدرس، فالناس تشتغل في صمت. لما خرج علينا أميرنا كان له تأثير قوي على الأحداث. نعم، كان له تأثير على الأحداث من الطراز الجيد والرفيع. فهنيئا لنا بسمو أميرنا الجليل مولاي الحسن، والخزي والعار لكل الخونة الذين يزايدون على المملكة المغربية وعلى رجالاتها. فرجل المرحلة كان له دور كبير في الإجابة على كل التطلعات الرامية إلى إنجاح المملكة المغربية في اتجاه يعني بناء هذا الصرح العظيم للمملكة المغربية، المساهمة فيه من أجل إنجاحه. فتحية تقدير وشكر لكل المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجه، وتحياتي واحتراماتي وتشكراتي لكل إخواني وأخواتي البررة بحب الله. الوطن الملك وطني روحي فداه. والسلام عليكم ورحمة الله.